ده جايلي على الماسنجر بيقول دكتور انجي ممكن تنزلي بوست كامل على كورس وات ايفر الاسم، ناس كتير شكرت فيه وقلب الدنيا، عايزه تعرف رايي. اتكلمنا كتير قوي عن ادويه الدايت ومشاكلها، وخاصه اللي بتتباع اونلاين وادويه التخسيس. الادويه دي غير مصرحه من وزاره الصحه، عشان كده بتتباع في الخفا عن طريق النت، مش بتتباع في صيدليات. لو حضرتك عملتي سيرش على ادويه الدايت او ادويه التخسيس الاونلاين هتعرفي مشاكلها كتير قوي. وقلنا انها ما ناخدش اي دواء من غير دكتور موجود في عياده يكتبه لنا، مش بيبيعوا. دكتور يدهولنا في روشته، ونروح صيدليه ونقرا تصريح وزاره الصحه موجود على العلاج، ويكون جواه نشره. هتلاقي العلاج ده مش موجود جواه نشره خالص، لا، لازم اي علاج تجيبيه يكون جواه نشره. النشره دي فيها الانجريدينتس والسايد افكت والبريكوشنز، اللي هي كل حاجه تخص الدواء، مكوناتها والاعراض الجانبيه والمضاعفات بتاعتها، عشان انت كمريض تبقى فاهم الدواء اللي بتاخده. هتلاقي الادويه دي ما فيهاش جواها نشره، ده الدليل انه مش واخد ترخيص الاف دي، واخد اف دي ابروف، مش واخد تصريح منظمه الصحه والدواء، مش واخد تصريح وزاره الصحه. فلازم ناخد بالنا الدواء اللي احنا بناخده ده عباره عن ايه. دي حاجه. طيب الدواء جبناه وخدناه، هل ليه اي اعراض؟ طبعا في الادويه دي بتكون زمان كان في دواء اسمه ماده السوبترامين، الدواء ده كان بيخسس كويس جدا، بس مع الاستخدام لقيوا فيه مضاعفات كتير قوي بتحصل فمنعوه دوليا. بس للاسف بدات يتاخد الدواء الماده الفعاله اللي فيه وتصنع منه اسماء كتير، انواع الفيتارم والهارفا وكل الادويه دي. الدواء ده بيعمل بلوك لمراكز الشبع والجوع من المخ، فبيأثر على جوعك تماما، وبتحسي ان انت شبعانه جدا، بس في المقابل بيعمل نشفات ريق وبيعمل ارق وبيعمل سرعه في ضربات القلب وبيعمل ضغط عالي وبيعمل مشاكل في المبايض للسيدات ولخبطه في البريود، اكتئاب شديد بيوصل للانتحار، وللاسف في حالات كتير قوي اتسجلت وفيات بسبب الادويه دي. لو انا نفترض ان احنا مرينا بسلام وما حصلش اي اعراض دي، الدواء ده عباره عن مسكن بيقدر الى فتره معينه، بيرجع بعد ما بنوقفه الوزن بيزيد تاني اضعاف. يبقى انا ما عملتش اي حاجه، انا هو سدل لي الشهيه وعلى الحرق فتره معينه، لكن رجعت اكل ازيد من الاول. وفي ناس بتبتدي الكورس مثلا 80 كيلو بتخس لغايه ال 70، وانس ما وقفت بترد بدل 80 90 و100. فانت ما عملتش اي حاجه، بالعكس انت عملت ضعف في مراكز الشبع والجوع من المخ في الاساس، فبيعمل لك ضعف اكلينيكي في الحرق بتاعك، وبتلاقي معاناه رهيبه بعد كده في نزول الوزن. فما تستهونوش بالادويه دي خالص، واوعوا تاخدوا دواء من غير استشاره